معانا حلقة دراماتيكية هتشوف فيها أخبار اللي بص ما شفتهاش في حتة تانية، حلقة فعلا فيها أخبار أول مرة هتسمعها مع العبد لله، ولكن مش عايزك تفوت حتة، لأن لو فوتت حتة هيفوتك الليلة كلها. تمام؟ حلقة فيها نادي الزمالك يدار عبر منصة إكس وإيقاف أحمد شوبير والتحقيق معاه، وكل كبيرة وصغيرة وأخبار النادي الأهلي وكل ما يدور في بالك هتلاقيه معانا في الحلقة دي. ولكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكل متابعين قناة إكرامي محمود في كل مكان، تحية طيبة لكم جميعا. وقبل ما نخش في تفاصيلنا وقبل ما نخش في أخبارنا، عايزك يا كبير تضرب اللايك المتين، لأن هتسمع أخبار مش هتشوفها في حتة تانية، مش هتشوفها في حتة تانية بالتفاصيل وبالكلام وبالمنصات وبالتويتات، وكل ما هو جديد هتلاقيه معانا. ولكن قبل ما نخش في تفاصيل حلقتنا نبدأ كلامنا معاكم يا رجالة بذكر الله. فلا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل المطلوب منك يا كبير تقدر المجهود وتضغط زر اللايك، زر اللايك ببلاش وما بيعملش حاجة، اضرب زر اللايك وخلاص على كده، وقول اي تعليق، عايز تقول كلامك مظبوط ماشي، عايز تقول كلامك غلط ماشي، ولكن احنا كلامنا بالدليل وبالتوثيق وزي ما انت عايز تقول. تمام؟ ايقاف احمد شوبير والحوارات اللي شغاله من امبارح على ايقاف احمد شوبير، الكلام ده كله هجس واونطه، الكلام ده كله هجس واونطه. وكفاياكوا بقى كذب في رمضان، كفاياكوا كذب، ده احنا في رمضان، كفاياكوا كذب يا جدعان، كفاياكوا كذب بقى، احنا في رمضان، في رمضان. طيب ايه الموضوع؟ اقول لك يا كبير. اداره القناه بتاعت النادي الاهلي غدا الاثنين رايحه تحضر تحقيق مع المختصين باداره القناه، لان في شكوى من نادي الزمالك راحت والحكايه والروايه، واحمد شوبير بيقول واحمد شوبير بيعيد على اساس ان هم قناتهم يعني بص ابيض يا ورد. انا مش عارف، طب النادي الاهلي ما بيقدمش شكاوي ليه في القناه دي مثلا؟ يعني زي ما هم كل واقفين على كل كبيره وصغيره للكابتن احمد شوبير. الكابتن احمد شوبير من يوم ما دخل قناه النادي الاهلي عامل حرقان وهيجان وقلبان لكل من ينتمي للي انت هرشه، قولا واحدا، قولا واحدا. تمام؟ فما فيش ايقاف للكابتن احمد شوبير حتى الان، ما فيش ايقاف للكابتن احمد شوبير حتى الان، وكل الكلام اللي بيحصل ده هجس واونطه، هجس واونطه. حلو الكلام؟ طيب قلت زي ما قلت لحضراتكم في تحقيق مع اداره القناه غدا الاثنين في الانتاج في مدينه الانتاج الاعلامي، وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. لو حصل ايقاف هنطلع نقول حصل ايقاف، ولكن نخش بقى في التفصيله الاهم، نخش في التفصيله الاهم. تمام؟ نادي الزمالك اكبر قلعه في مصر يدار عبر منصه اكس، اكبر قلعه في مصر يدار عبر منصه اكس، والاستاذ المبجل المحترم ممدوح عباس فضح هاني ابو وريده، فضح هاني ابو وريده بتويته. انا مش هقولها لك، انا مش هقولها لك، انا هخليك تبص بنفسك، بص بنفسك يا باشا، اقرا بنفسك يا باشا، متع عينك بنفسك يا باشا. فضحوا قال له انت زملكاوي ازاي؟ انت محسوب على الزمالك اونطه؟ انت محسوب على الزمالك اونطه؟ هاني ابو وريده اتفضح عبر منصه اكس، علشان لما كنا بنقول الدوري السنه دي بيتطبخ لبيراميدز، بيتطبخ لبيراميدز، محدش كان مصدقنا. واحد هيقول لي طب ايه دخل بيراميدز ودخل نادي الزمالك؟ يا باشا اصحى معايا وفوق، اي نادي ياخد الدوري الا الاهلي، اي نادي ياخد الدوري الا الاهلي، الا الاهلي مع هاني ابو وريده والتحكيم المصري، اي نادي ياخد الدوري الا الاهلي، علشان الزمالك بعيد يبقى بيراميدز اللي ياخد الدوري. بيراميدز من السنه اللي فاتت زي ما قلت لحضراتكم عاملين له درع مخصوص، الدرع اللي اتعمل بره معمول باسم نادي بيراميدز علشان يبقى كل واحد عارف اللي ليه وعارف اللي عليه. كل الدرع المعمول السنه اللي فاتت وجت في اخر مباراتين النادي الاهلي حسم الدوري وعملوا درع تحت السلم، ولما محمد الشناوي شاله اتكسر نصين،
مش هو ده الدرع اللي اتعمل بره يا رجاله. الدرع اللي اتعمل بره معمول باسم نادي بيراميدز، تمام؟ علشان يبقى كل واحد عارف اللي ليه وعارف اللي عليه. لو نادي بيراميدز حصل على بطوله الدوري هيسلموه درع جديد غير الدرع بتاع السنه اللي فاتت. واديني اهو هرجع افكرك، بس باذن الله مش هيحصل، هرجع افكرك، تمام؟ كل كبيره وصغيره بتلاقيها مع العبد لله. طيب نروح بقى للتويته الثانيه للاستاذ ممدوح عباس، اللي مش همه لا مجلس اداره ولا همه بطيخ. طلع مجلس اداره قال لك احنا هنكمل الدوري بالناشئين. اقرا التويته دي، اقرا التويته دي اللي طلع من الاستاذ ممدوح عباس يقول لك نادي الزمالك لن يكمل بطوله الدوري بالناشئين وهيلعب بالفريق الاساسي. بص اقرا التويته، ايه رايك؟ ايه رايك؟ اهو اقرا التويته. قريت التويته بتاعت ممدوح عباس يا باشا؟ قريت التويته بتاعت الاستاذ ممدوح عباس يا كبير؟ الاستاذ ممدوح عباس يدير نادي الزمالك عبر منصه اكس، تمام؟ كل كبيره وصغيره هتلاقيها مع العبد لله. انا بس كل اللي طالبه منك لايكك وشيرك واشتراكك نوصل الحلقه دي لكل الناس، تمام؟ النادي الاهلي كامل الصفوف ولاول مره منذ فتره طويله، والمباراه القادمه امام طلائع الجيش واخر مباراه في الدور الاول يوم 5 مارس بعد بكره ان شاء الله، بعد بكره باذن الله الساعه 9:30، الساعه 9:30 عشان كل واحد يبقى عارف مواعيد رمضان المباريات هتبقى الساعه 9:30 كلها، تمام؟ لايكك يا كبير وشيرك واشتراكك نوصل الحلقه دي لكل الناس علشان ما بحبش اطول عليكم. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وشكرا لكل متابعين قناه اكرامي محمود في كل مكان. شكرا لكم.